بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الأيام الطيبة من أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك. أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 8.4% بسبب التوترات اللي حاصلة في الشرق الأوسط، فدي سببت تكلفة استيراد الخامات والتصدير هتزيد وضغوط مالية على المصانع. خلي بالك قوي، صدقني ان القطن ما ارتفعش، البوليستر هو ارتفع. القطن ارتفع نتيجة ارتفاع بس الشحن، لان ارتفاع الشحن هو اللي زود. يعني النهارده الخيط هتشوف اسعاره في نهاية الفيديو، تابع معايا عاملة ازاي. لكن البوليستر نتيجة البترول ارتفع، لان مضيق هرمز بيمر السفن اللي بتمر فيه خاصة بتاعة البترول 20% من الانتاج العالمي. لكن القطن العالمي مستقر نسبيا، لا ارتفاعات قوية حاليا، والسوق متوازن بين العرض والطلب. واصلا قبل الحرب كان السوق في ركود. خلي بالك النشاط اللي حصل دلوقتي هو نشاط تخزيني وليس انتاجي، فالناس بدأت تخزن. والدليل على كده انخفاض واردات الحاويات الامريكيه نتيجه، وده بيدلنا ان هناك تباطؤ عالمي او كساد عالمي في الاسواق، مش في الغزل والنسيج بس، لا، في مجالات كتيره جدا في تباطؤ عالمي. تعالوا نشوف دلوقتي اسعار الغزول عالميا عامله ازاي. وخلي بالك الاسعار اللي هقولها دلوقتي شامله الشحن، عشان محدش يقول الشحن ارتفع، لا، ده شامله الشحن لحد ميناء العين السخنه او دمياط. تعالوا نبتدي من الهند. خيط 16 على واحد مسرح ب $2.45 للكيلو. خيط 24 على واحد مسرح $2.60 للكيلو. خيط 30 مسرح للتريكو $2.75 للكيلو، سعر كويس 30. وخلي بالك المسرح اللي في الهند بمقام الممشط اللي هنا موجود في الأسواق المحلية، 30 مسرح ب $2.75. 24 على واحد ممشط كومباكت ب $2.80 للكيلو، سعر برضو كويس. ال30 بقى على واحد اكتر نمره مستخدمه عالميا ب $2.90. خلي بالك اللي هو كان ب 2.80، ده زاد بس 10 سنت، مش كتير. لو قلت الدولار ب 50 في 10 هيعملوا كام؟ نص جنيه، خليه جنيه. ال36 على واحد الممشط الكومباكت $3.10 للكيلو، ده ممشط كومباكت وده بيستخدم هو. وال40 على واحد ب 3.25، ده بنستخدم له قطن شعر هندي طويل الطيل اسمه ماك 1، مش زي الشنكار 6، لا، ماك 1. خيط بقى 30 على واحد مخلوط 50-50 ممشط كومباكت، دوت عامل $2.80 للكيلو. خلي بالك الاسعار لحد دمياط. تعالوا بقى نشوف الصيني 30 بوليستر سبان $1.80، ده اللي هو ممكن يكون ارتفع شويه، حوالي 15 او 20 سنت. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد. اي حد عايز يستورد حاجه من بره عشان ما يتحوجش لحد يكلمني، وان شاء الله ساعده ونجيب له حاويات في اي ميناء في مصر، في اي مكان في العالم. شكرا والى اللقاء.